البحري ونضال بن حميدة. الملعب التونسي صاحب أول تتويج بثنائي الكأس والبطولة منذ الاستقلال، 10 ألقاب محلية إلى حد الآن، 6 كؤوس و4 بطولات، بالإضافة لزوز كؤوس عربية في 1989 و 2002. ترجع مجدي يسار علينا السوداني أسامة السلامي، فمع علي محمد السليتي بالفعل وصل الكرة، فرصة هدف ثالث للملعب التونسي والهدف الثالث. من غيرك انت يهمني، حضور دائم في بطولة الدرجة الأولى كحضور البقلاوة في الأفراح، طلعة رياضية أنجزت العديد من الأزمنة اللامعة في تاريخ كرة القدم التونسية. نور الدين ديوة، وحدين الصغير واحمد الغيثي، نجيب الإمام واحمد الجندوبي، توفيق المهزبي، عبد الحميد هريان وماهر الجزاري، والقائمة تطول.